عدد الحيوانات او الطيور او الحشرات اللي ربنا ذكرهم في القرآن الكريم هم 29، ومن اهمهم الحمار، وهنعرف ليه. في البداية بس نقول ان الاسباب اللي تخلي حيوان او طائر او حشرة تذكر في القرآن الكريم يعني اسباب كتير، منها ان هو كان ليه دور في قصة مثلا زي البقرة في قصة بني اسرائيل، وزي الغراب في قصة قابيل وهابيل، زي الكلب في قصة أصحاب الكهف. أو سبب تاني إن الحيوانات دي ذكرت عشان نتفكر فيها، زي الجمل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، زي البعوضة إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أو ممكن سبب تاني إن ربنا عايز يذكر لنا حكم شرعي زي الخنزير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. أو سبب تاني وده بقى الجزء اللي هنركز عليه النهارده للتشبيه، ربنا بيحكي لنا قصة أو بيضرب لنا مثال بحاجة عشان يقرب الصورة لذهننا، زي مثلا في سورة القارعة ربنا بيقول يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. ربنا بيشبه حال البشر يوم القيامة لما الناس كلها تصحى وتبعث من القبور بعد كام ألف سنة، بيبقى شكلهم وحالهم عامل زي الفراش المبثوث، يعني الفراش المنتشر في كل مكان. عارف انت كشافات الملاعب، بص لها بالليل كده هتلاقي حواليها فراش بيطير في كل حتة وبشكل عشوائي جدا وكله بيخبط في بعضه. هي دي الصورة بالظبط اللي هنبقى عاملين زيها يوم القيامة، هنبقى كلنا خارجين من القبور مش عارفين احنا رايحين فين ولا جايين منين وقاعدين بنجري وبنخبط في بعض. ومن اخطر التشبيهات دي وده اللي هنتكلم عليه النهارده هو التشبيه اللي ورد في سورة الجمعة. ربنا بيقول لك مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. طيب نمسك الآية واحدة واحدة كده. أولا معنى الكلمات، كمثل الحمار يحمل أسفارا. أسفارا جمع سفر، والسفر هو المجلد العظيم أو الكتاب الكبير زي ده كده. في الآية ربنا بيتكلم عن ناس من بني إسرائيل أنزل إليهم التوراة وهم حفظوا التوراة وفهموها بس ما عملوش بيها، وده معنى حملوا التوراة ثم لم يحملوها. حملوا التوراة يعني عرفوا وفهموا معاني التوراة وفهموا ربنا عايز منهم ايه، ثم لم يحملوها يعني ما عملوش بيها. ربنا شبه الناس دول بالحمير، بس التشبيه هنا مش صفة، مش ان الحمار غبي فهم اغبياء، لا بالوظيفة. وظيفة الحمار ان هو يشيل الحاجة من مكان لمكان. فانت ممكن تجيب شوالين من الاسفار، كتب بقى كبيرة عن الفقه والتفسير والحديث وعلوم الفلك والحسابات، وتحملهم على الحمار وتقول له امشي بيهم من المكان ده المكان ده، بس هل الحمار استفاد منهم بحاجة؟ ابدا. كذلك بقى الناس من بني اسرائيل اللي هم فهموا التوراة وعرفوا ربنا عايز منهم ايه بس ما عملوش بيها، فهم كده عملوا ايه؟ شايلين التوراة هنا بيمشوا بيها من مكان لمكان زي ما الحمار شايل الاسفار على كتفه بيمشي بيها من مكان لمكان. وزي ما قلت التشبيه ده مش تقليلا منهم كبشر، كده كده الانسان في منزلة اعلى ولقد كرمنا بني ادم، لكن لما تبقى وظيفة الانسان ان هو يفهم الحاجة وربنا اداله عقل عشان يستخدم الحاجة دي في مصلحته بس هو ما يعملش كده، خلاص هو اللي جان على نفسه، هو اللي نزل وظيفته من وظيفة انسان عاقل لوظيفة الحمار. فربنا ذكر التشبيه ده وذكر الناس دول عشان ناخد بالنا وما نعملش في القرآن زي ما بني اسرائيل عملت في التوراة. ودي بقى مش النقطة اللي انا عايز اوصلها. لو ننزل بالموضوع ده بقى على ارض الواقع دلوقتي، احنا اغلب الكلمات في القرآن احنا اصلا مش عارفين معناها، يعني محدش قعد معانا زمان وقال لنا ان الكلمة دي باللغة العربية الفصحى معناها كذا، او ان العرب كانت بتقول كذا على الحاجة دي عشان كذا وكذا. وابسط مثال على كده هي اللي بتقرأ لي بسورة الاخلاص والكوثر في كل صلاة ظهر. تعالى مثلا ربنا بيقول ايه، ان شانئك هو الابتر. يعني ايه شانئك؟ طب يعني ايه الابتر؟ بلاش. تعالى لي بقى اللي بتقرأ في صلاة العصر قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. يعني ايه غاسق؟ لا ومش كده وبس، انت عندك حاجه اسمها غاسق، والغاسق ده فيه فعل اللي هو بيقب بقى، الغاسق ده بيقب. يعني ايه ودي يعني ايه دي؟ ما نعرفش. هو احنا مش عارفين معناهم بس ادينا بنقولها والصلاه بتتقبل والدنيا ماشيه. بس الفكره بقى ان احنا لو رجعنا لمثال الحمار اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ربنا كان بيقول مثل الذين حملوا التوراه يعني فهموا، واخد بالك من الكلمه فهموا التوراه، مثل الذين فهموا التوراه بس ما عملوش بيها زيهم زي الحمار. ما شاء الله، احنا ولا فاهمين ولا عارفين. وعشان كده بقى كان لازم نقف الوقفة دي عشان نبدأ واحدة واحدة كده نفهم معاني الآيات، معاني الكلمات، نعرف ربنا بيقصد إيه بالكلام ده. وأنا شايف إن البداية تكون من جزء عامة، لأن كده كده كلنا حافظين الصور القصيرة دي وبنصلي بيها، فعلى الأقل نبقى عارفين إحنا بنقول إيه وإحنا بنصلي. وهدفي إن الفيديوهات ما تبقاش طويلة، يعني ممكن الصورة القصيرة تتقسم على كذا فيديو، لو في مثلا مجموعة آيات بتتكلم عن موضوع معين ومجموعة آيات بتتكلم عن موضوع تاني، دي في فيديو لوحدها ودي في فيديو لوحدها. ممكن تلاقي فيديوهات بتتكلم عن آية واحدة بس، سيدنا محمد قال لك بلغوا عني ولو آية، وبعدين إحنا ورانا إيه؟ يعني قليل دائم خير من كثير منقطع، وأدينا بنتعلم مع بعض. وبس كده، ربنا يعلمنا القرآن ويرزقنا العمل بيه. أنا جابر ودي إن شاء الله بداية سلسلة ولو آية. أشوفكم الفيديو الجاي على خير، سلام عليكم.